قال الذي أمست به أفكار هندور في فلك حال أهل السعد والشقاوة، أحد هداه الله إلى خير دستور، وحد تقل غطت عيونه غشاوة، فلا تجعل القرآن يا صاح مهجور، اقرأ ورتل وارتقي بالتلاوة، وكانك تبي تحيا مدى العمر مسرور، لا تفارق الفرقان يا أخو خاوة، وكانك تبي تحيا مدى العمر مسرور، لا تفارق الفرقان يا أخو خاوة، بالحرف لك حسنة ولك بالذكر نور، وتشعر معه الإيمان قلبك حلاوة، خله يسجل له مع عقلك حضور، خله يسجل له مع عقلك حضور، ويضفي على نفسك أمان هداوة، واعلم بأن فن التدبر له شعور، وإحساس آخر فيه روح النقاوة، وبنصحك كانك تبي تسمع الشور، الهم الوسواس بالذكر داوة، واحذر تكون إنسان عاصي ومعثور، لأن طاعتك لإبليس أكبر غباوة، لا تتبع الشيطان تحيا بديجور، ظلام يناصبك دوم العداوة، لا تتبع الشيطان تحيا بديجور، ظلام يناصبك دوم العداوة، عساك يلي تسمع النصح ماجور، يكفيني الله وان شر العصاوة، يكفيني الله وان شر العصاوة. قال الذي أمست به أفكار هندور في فلك حال أهل السعد والشقاوة، أحد هداه الله إلى خير دستور، وحد تقل غطت عيونه غشاوة، فلا تجعل القرآن يا صاح مهجور، اقرأ ورتل وارتقي بالتلاوة، وكانك تبي تحيا مدى العمر مسرور، لا تفارق الفرقان يا أخو خاوة، وكانك تبي تحيا مدى العمر مسرور، لا تفارق الفرقان يا أخو خاوة، بالحرف لك حسنة ولك بالذكر نور، وتشعر معه الإيمان قلبك حلاوة، خله يسجل له مع عقلك حضور، خله يسجل له مع عقلك حضور، ويضفي على نفسك أمان هداوة، واعلم بأن فن التدبر له شعور، وإحساس آخر فيه روح النقاوة، وبنصحك كانك تبي تسمع الشور، الهم الوسواس بالذكر داوة، واحذر تكون إنسان عاصي ومعثور، لأن طاعتك لإبليس أكبر غباوة، لا تتبع الشيطان تحيا بديجور، ظلام يناصبك دوم العداوة، لا تتبع الشيطان تحيا بديجور، ظلام يناصبك دوم العداوة، عساك يلي تسمع النصح ماجور، يكفيني الله وان شر العصاوة، يكفيني الله وان شر العصاوة.